إدارة الزمالك تحسم الموقف النهائي لرباعي الفريق في ظل العروض الحالية وحقيقة تمرد أشرف بن شرقي. عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية داخل نادي الزمالك تحدث عن الموقف النهائي لكل من أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفى محمد. عصام سالم عبر تصريحاته الأخيرة أكد أن نادي الزمالك حسم موقف اللاعب أحمد سيد زيزو بالإبقاء عليه لحاجة الفريق لإمكانياته الكبيرة، وأن أحمد سيد زيزو اقتنع بهذا القرار. كما نفى عصام سالم في تصريحاته ما تردد مؤخرا عن تمرد أشرف بن شرقي، مؤكدا أن اللاعب تواجد في تدريبات الزمالك الأخيرة بشكل طبيعي وسيكون متواجد خلال مباراة طلائع الجيش القادمة. أما بالنسبة للثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد فأكد عصام سالم أن الزمالك طلب من باتشيكو المدير الفني الرأي في احتمالية رحيل هذا الثنائي، مؤكدا أن باتشيكو رفض هذا الأمر، وأكد أنه متروك لإدارة الزمالك لاتخاذ الرأي المناسب، حيث لا يزال يسعى نادي الزمالك لتجديد تعاقده مع فرجاني ساسي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. أما بالنسبة لمصطفى محمد فأكد عصام سالم أن نادي سانت إتيان الفرنسي لم يصل حتى الآن إلى العرض المطلوب من أجل الموافقة على بيع اللاعب رسميا.